عمرك سألت نفسك ليه دايما القطايف أول حاجة بنفكر فيها في رمضان؟ تعالى أما أحكي لك الحكاية من الأول في الأكلة وما فيها. القطايف أكلة إسلامية الأصل، ظهرت أول مرة في العصر الأموي، لكن مع شهرتها الحقيقية ابتدت في العصر العباسي. كانت بتتقدم للناس في الأصول، يعني كمقبلات رمضانية، وفي أكتر من حكاية عن سبب اسمها. بس الرواية بقى الأشهر بتقول إن واحد من صناع الحلويات في العصر العباسي عملها محشية مكسرات ورصها بقى على طبق كبير، وأول ما قدّمها الناس خطفتها، ومن كتر ما كانت لذيذة سمّوها قطايف جاية من القطر. ومع مرور الوقت اتحولت من أكلة الأصول لأكلة الشعب، وبقت كل بلد بتحط لمستها فيها. في مصر بنحشيها مكسرات أو قشطة، وفي الشام بيحشوها جبنة، وفي الأندلس زمان كانوا بيقدموها بالعسل. بدل ما تبقى بس أكلة بقت رمز رمضان، بنستناها مع أول هلال زي الفانوس بالظبط. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها. القطايف حلو من العصر العباسي ولسه بيحلي رمضان لحد النهاردة. ولو عجبتك الحكاية اوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب، سيب الباقي علينا.